وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناة أبسط فكرة. أتمنى فيديوهاتنا اللي فاتت تكون بتنال إعجاب حضراتكم، ولو في أي كومنت أو أي تعليق لحضراتكم أو أي استفسار يشرفنا كتابة حضراتكم لينا، ويا ريت تتكرموا علينا باللايك وبالاشتراك في القناة وبالكومنتات عشان دي بتدعمنا جدا جدا في القناة وبتساعد على انتشار الفيديو، وممكن يكون في فايدة للجميع بإذن ربنا. كل سنة وانتم طيبين. طبعا دخلت فصل الصيف اليومين دول، فالنهارده معانا مروحه. المروحه دي قافشه، الكهرباء واصله تمام واللمبات بتنور بتاعتها في ال3 درجات تمام، ما فيهاش مشكله، بس الريش مش بتتحرك وبنسمع صوت الزنه بتاعت الموتور عادي. فاللفظ الدارج او المصطلح الدارج ان المروحه الموتور بتاعها قافش، بمعنى ان هو سليم وصل له كهرباء وكل حاجه فيها مظبوطه، بس الريش الداخليه مش عايزه تلف. احنا بمجرد النظر او بالفحص الاولي اللي واضح ان المروحه دي مركونه بقالها فتره، وباين جدا 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 الرواسب عليها، باين جدا الالتصاقات والاوساخ اللي موجوده. ده يعني هي ما اتفكتش ولا اتعمل لها صيانه الصيف اللي فات ولا اللي قبله، بقالها فتره طويله ما حصلش اي تزييت او تشحيم للموتور، فالطبيعي ان هيبقى الموتور بتاعها قافش. هننزل مروحه وهنفكها مع بعض واحده واحده، وهنشوف الخطوات الجميله والظريفه اللي ينفع حضرتك تعملها في البيت من غير ما تستدعي انك تروح لفني وتدفع فلوس، وهترجع المروحه كانها جديده، وهترجع النعومه بتاعتها ظريفه كانها لسه جايه من التوكيل بتاعها. وهنغسل الاجزاء البلاستيكيه كلها وهننضفها مع بعض، وهنقول بعض الفنيات الجميله اللي بتطول عمر المروحه وبتخلي المروحه يبقى ادائها افضل وتنساها سنه واثنين وصيف واثنين ان شاء الله. خليكم معانا وهننزل مروحه ونشوف مع بعض الخطوات على السريع هنعمل ايه. بعد ما فكينا المروحه ونزلناها زي ما حضراتكم شايفين، فعلا بقى لها فتره جامده، الواضح انها ما اتفكتش ولا اتعمل لها اي صيانه ولا اتعمل لها اي تنظيف، حتى مش هنقول تزييت ولا تشحيم. طيب هنبتدي نفك على السريع. المنظر باين، ادي واضح طبعا منظر الريش. هنبتدي نفك دي. الفك بتاع دي بيفك دايما عكس عقارب الساعه، يعني الاتجاه بتاع الربط، خلينا فاكرين دايما واحنا بنفك اي ريشه بتاعت مروحه بتتفك عكس عقارب الساعه. ولما بنيجي نخلع الريشه دي، الحته الفنيه ان احنا بنضغط بايدينا من تحت وبنضغط بالصباعين الكبار من هنا كده، تطلع معانا بكل سلاسه وبكل سهوله. الشبكه الداخليه بتتفك عن طريق الصاموله البلاستيك دي بتتفك السن العادي اتجاه عكس عقارب الساعه. هنمسح كده مسحه بسيطه عشان نعرف نشتغل بس مش اكتر. طريقه فك الجزء الخلفي، بنتاكد ان مفيش مسمار من هنا عشان في مراوح بيبقى فيها مسمار من الخلف. بنفك صغير خالص وبنرفع الجزء البلاستيك دون عشان نعرف نضغط على اللسان اللي تحتيه. رفعنا ده كده وبنيجي في اللي بعده ونفس الكلام. الوش اللي راكب قدام بيتفك ب4 مسامير زي ما حضراتكم شايفين. وبنرفع الكفر البلاستيك دون كده. هنيجي للموتور نفسه. الموتور نفسه بنبتدي ننضف كده. هنبتدي نفك المكثف عشان نعرف نزيت الجلبة اللي من الخلف، اللي هي دي، انا اقصد دي.
معلش تسامحونا على المنظر، بس هي بقى لها فتره فعلا ما اتفكتش ولا اتعمل فيها اي صيانه. هنيجي بالزراديه الخفيفه كده وهنضرب ضربتين بساط هنا، وهنلف الناحيه التانيه وهنعمل نفس الحركه. بعد ما ضربنا الضربتين دول، او هنحاول نحرك الاكس كده، اتحرك معانا تمام. في الحالة دي احنا مش محتاجين نفك الموتور نفسه. لو الاكس ده قفش خالص حتى بعد الضربتين دول رفض ان هو يتحرك وفضل لسه تقيل جدا، بنفك الاربع مسامير دول. وفي فيديو منفصل هسيب لحضراتكم اللينك في الوصف عن طريقة فك الموتور والتشحيم والتزييت من داخل الموتور. النهارده احنا عشان الموضوع ابسط فهنبتدي نحط نقطتين الزيت بتوعنا اللي هم فيهم السحر او فيهم الشفاء بالنسبة للمحرك نفسه. دول اللي بيطولوا عمر الجلب وبيطولوا عمر الاكس، بيقللوا الاحتكاك والتآكل اللي بيحصل اثناء تشغيل الموتور نفسه. احنا كده حطينا نقطتين زيت، هنسيب النقطتين الزيت دول 10 دقايق عشان يبتدي يتشربوا في المادة اللي هي محيطة بالجلبة نفسها. بعد ما نسيب المنظر ده كده 10 دقايق هنبتدي نقلب الموتور الناحية التانية، ونفس اللي عملناه في الجلبة اللي من فوق هنعمل في الجلبة الخلفية نفس الكلام، نقطتين الزيت. وهنسيب المروحة بالاتجاه ده، نحرك الاكس حركة بسيطة ونسيب المروحة بالاتجاه ده كده 5 دقايق 10 دقايق لغاية ما الزيت ده يتشرب في المادة المحيطة بالجلبة نفسها. سيبنا الموتور لمدة 5 دقايق و10 دقايق، وهنبتدي نربط المسمار بتاعنا. وهنرجع للخطوات بتاعتنا زي ما فكينا بالظبط، هنرجع نعيد التركيب بس خطوات عكسية. نخلي بالنا طبعا من الاتجاهات بتاع التركيب، يعني الجزء ده دايما بيبقى الأسفل، وهنربط الأربع مسامير بتوعنا زي ما فكينا بالظبط. ربطنا الاربع مسامير بتوعنا، هنيجي قبل ما ننسى نحط نقطتين زيت على القطعه المتحركه الخاصه بالدوران بتاع المروحه نفسها. نقطتين زيت على المسمار ده ونقطتين زيت على المسمار ده. طيب كده خلصنا الجزء ده. هنجيب الشبكه الخلفيه ونتاكد من اتجاه اليد اللي بتمسك المروحه او اللي بنشد منها المروحه، دي بتبقى الاعلى. ونربط الصاموله بتاعتنا الرباط العادي. هنركب الريشه ونتاكد من الاتجاه بتاع البنز اللي بيبقى موجود في الاكس نفسه. المنظر بتاع المروحه والخفيه بتاعتها والنعومه بتاعتها باينه جدا. هنربط دي عكس الاتجاه، عكس اتجاه الربط العادي بتاعنا. هنركب الكفر بتاعنا. قفلنا الكفر الخلفي، هنقول بسم الله ونجرب مع بعض، وان شاء الله يبقى وشكم حلو علينا كالعاده. تمام كده على اول درجه شغاله تمام. صوتها ناعم، الحركه بتاعتها جميله جدا، رجعت زي الجديده زي ما احنا قلنا من الاول. هنقفل الوش بتاعنا ونربط المسمار بتاعه. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم علينا ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم الفيديو الجاي ان شاء الله.